السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض المبكبكة. اكلة ليبية حلوة جدا في الجو البرد ده، بتدفي. بس بناتنا اول حاجة هنبدأ فيها التسبيكة. 3 معالق زيت، معلقة صغيرة سمنة، بصلاية مفرومة صغير، يا دوبك هتديها بس اللون الذهبي، وانا ضربة طماطم في الخلاط. بس هنزل معلقتين صلصة، بعد كده هنزل بالطماطم اللي انا ضربتها. هتسيبها تتسبك اكنك بتعملي مكرونة عادية. هنا هنحط ملح، فلفل اسمر، شطة اختياري. بس هي كده خلاص دخلت في التسبيك، يعني خلاص الطماطم اللي معايا كلها اتسبكت. هنا انا كان عندي لحمه مسلوقه فانا هستخدمها هي والشوربه بتاعتها. انت ما عندكيش لحمه مسلوقه ولسه هتسلقيها، اول ما تحمري البصلايه هتحطي اللحمه تتشوح، وبعد كده هتنزلي عليها الصلصه، هتاخد سوا في الصلصه وهتزوديها بقى الشوربه بتاعتك. هنا انا كنت حطيت فصين توم. هتنزلي بقى بكميه المكرونه اللي انت عايزاها، بس ايه، هتبقى الشوربه بتاعتك اكتر من المكرونه، اللي هي بتبقى جوسي كده والصلصه بتاعتها زياده. هنا انا حطيت قرن فلفل اخضر، هتديها غلوتين على النار وتوطي عليها لغايه ما تخش معاكي في السوا. ده شكلها بعد ما استوت. هي بتبقى الصلصه بتاعتها كتير كده. وممكن يعني ممكن تستبدلي اللحمه تعمليها بفراخ او صدوق اللي موجود. يعني ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.